كان ياما كان واحد الجروب ديال بولنديين واجانب عايشين في امان وسلام وكيتعرفوا على بعضياتهم حتى فجأة كتوقع كارثة. المغاربه وبدون سابق انذار داروا غزو شامل لهاد الجروبات وداروا اباده الاخضر واليابس وشنوا واحد الحرب شرسه على البولنديين. ما كيعرفوا لا مدنيين لا ناس ابرياء لا حتى حاجه. علاش وقع هادشي هذا كامل اصلا مالهم معاهم واش من نوع ديال الحروب هادي؟ مرحبا بكم في البارت 3 ديال ابجن جروبات الفيسبوك. هاد السلسله هادي اللي شفنا فيها بزاف ديال الجروبات بدي كونسيبت مختلفين، باردين الكتاف سخونين الكتاف، مساخيط الوالدين المحساده ومراهقات منحرفات بسبب مخيات ديال الشينوا. اخر فيديو حطيته في هاد السلسله هادي راه شي عام، والفيديو الاول اللي قبل منه حتى هو شي عامين، يعني هاد السلسله هادي بحيله ولات سنويه. المهم اسمحوا لي وصافي راه تنسى راه ما عندي ما ندير. ولكن اللي ما توقعتش يكون في هاد السلسله هادي هو انه يكون جروب ديال البولنديين. جروب الكونسيبت ديالو عادي ما فيه شي حاجه اللي غريب. البولنديين والاجانب كيتعرفوا على بعضياتهم، كيسولوا بعضياتهم شي اسئله، كيقلبوا على الكرا وشحال من حاجه. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش لايك، تقدروا ديروها بالزربه، الا كنتي جديد خلي معك سبسكرايب ونبداو الانترو. كيفاش بدات القصه اصلا من الاول؟ كيف ما شفنا مورا الاحداث ديال سبته العالم كامل كان كيهضر عليه، وماشي غير هضره عاديه، بزاف ديال الناس كانوا كيسبوا وكيتنصروا علينا. وراكم شفتوا ديك الساعه ايلون ماسك اللي شبهنا بالزومبي كاع. ومن بين هاد الناس هادو اكثر شعب شبع فينا سبان هما البولنديين، واللي معروفين بهادشي هذا من زمان، معروفين انهم تيتعنصروا على الاجانب. لذلك هاد المغاربه هادو في فيسبوك قرروا انهم ينتقموا. واش غادي يقطعوا البحر وغادي يمشيو عندهم ينتقموا منهم باش يرجعوا الكرامه؟ لا، هادشي هذا كان في العصور الوسطى. حنا دابا في 2026 والحرب ولات حرب الكترونيه، حرب بارده. الجروب كان غادي في امان الله، الناس كيقلبوا على الكرا، كيحطوا تصاورهم باش يتعرفوا على ناس جداد، حتى فجأة بدا التخريب. نقدروا نسميو هذا البوست هذا هو اغتيال ولي عهد النمس، حرفيا الفوضى المنظمه. الاستراتيجيه الاولى كانت عباره على كلشي هجم، كلشي باغي دريه بولندي. سلام انا مغربي باغي دريه تعاوني نقاد الوراق باش نجي عندها لبولندا. هو شكون؟ الدراري تقدر تلقى اي واحد في هذا الجروبات. سلام انا مغربي كنقلب على تيتيزا زعرا بولندي، واحد من السكان الاصليين ديال الفيسبوك. سلام سميتي ولد الشينويه كنقلب على امراه. لا الدراري لا بغيت تكذبوا بعدا كذبوا، ولكن ماشي للدرجه هذه. كيقلب على مرا صاحبي، فين هو اللوجيك؟ بغيت دريه بولنديه بدون مقدمات. عصام صاحبي واحد النسر الله يلعنه وديك. فاروق المغربي اللي هو واحد من اشهر صناع المحتوى المغربيين اللي كاينين في بولندا، حاطين ليه حتى هو سيفي راه زعما تيقلب على دريه باغي يجبدوا السيد صداع، هو اصلا ساكن تما. المهم ما عرفتش هادشي هذا واش في راسو ولا لا، المهم يرد البال وصافي. حاطين سعد المجرد حتى هو تيقلب على دريه بولنديه. المشكل هي ان واحد البولنديه متيقه ان راه هو اللي حط هاد البوستات، جالسه كتعصر الدارجه من نيتها تقول لي السلام عليكم كيف حالك لاباس. عند بالها مسكينه راه سعد المجرد الله يطلق السراح وغادي يجي حتى هو الجروب وحتى هو غيبغي يدبر على راسه. هذا هو اللي حرق البولندا. كنقلب ليه على دريه بولنديه باغي ندخلها للاسلام باش يقدر يتزوج بها. دراري لا صاحبي شتش هادي راه فريندلي فاير من العيار الثقيل، هادي راه قصف الجاه ديالتنا. وبزاف ديال الشخصيات اللي عشوائيه تيحطوهم في هذا الجروب هذا على اساس راه هما اللي باغيين الدريه، وهادشي هذا اللي خلق واحد الفضول وارتباك في الصفوف ديال العدو. واخا شي وحدين مغاربه داخلين للجروب ومن نيتهم تيقلب، كيشوفوا الحرب راه نايضه ومع ذلك وسط الحرب باغيين يدبروا على راسهم. المهم هادشي هذا راه غير مقبلات، هادي غير البدايه ديال اش غيوقع في هذا الجروب. الاستراتيجيه الثانيه هي البحث عن المفقودين. كنقلب على ولي الصغير ادوارد عصام، الا شفتو عافاكم تواصلوا معاه. ادوارد عصام دابا الدراري شنو هو هادشي هذا؟ يلاه دابا قول لي التصويره التايره عاديه. دابا هذا الكور ديال عصام شدوه يدمجوه مع الوجه ديال بلايزا والشرب العربي. راه باش تجيك الفكره تصنع مخلوق بحال هذا راه خصك تكون مريضه صاحبي، راه ما يمكنش. شوف هذا حتى هو يقلب على الكلب ديالو ويدير لهم مكافاه اللي لقاه. شوف الكلب ديالو كيفاش داير. دابا شنو هي الغاص ديال هذا الكلب؟ هذا الكلب اصلا راه ممنوع تربيه وانت مزوج عندك المراه والدراري وتخليه معاهم في الدار، ولا تخرج تخليه مع امك، راه مخاطره كبيره هذه. المهم حيد عليا هادشي هذا وندخلوا للمعقول. من بعد الضربات الخفيفه اللي خلقوا واحد الحاله ديال عدم الاستقرار، صافي جا الهجوم المباشر. صافي ما بقاش اللعب. صافي المغاربه هنا يدخلوا طول وعرض في البولنديه. حسب المعلومات اللي كاينين في الجروب، الا كنتي غادي في شي رحله ولا شي واحد اللي غادي حارق وغادي كيقطع الحدود ديال البلدان، المهم الا كنتي غادي وتصادفتي مع هذا الوجه هذا، صافي عرف راسك انك راه حطيتي رجليك في بولندا. راه ما يمكنش تدري هذا الوجه هذا شحال كيهرب. وبالنسبه للعنصر النسوي حتى هو هذا هو الديفولت سيتينغ ديال الوجوه تما. الجمال البولندي في القمه ديال الايسبرغ كتلقى ليفاندوفسكي والكميه تشيزني، هادو هما البولنديين اللي الاعلام كيورينا القاع ديال الايسبرغ اللي ما كنشوفوش. هادشي هذا الاعلام ما كيبينوش، وفي الاخر كيتعنصروا علينا حنا. عافاكم ما توسخوش لنا الجينات ديالنا، الجينات ديالو. لا حول ولا قوه الا بالله. الشيء اللي مشاو تهجموا عليك المغاربه صافي دبرتي عليه. الجينات البولنديه دريفينهم على هاد الحاله صايب. واش اثرت عليهم تشيرنوبل حتى هما للدرجه هادي ولا كيفاش؟ الله يطباز لهم مساكن كيسبحوا ديما على هاد الكمامه راه صايب. صونيك البولندي شنو كيولد؟ واش هذا فرانكينشتاين ولا شنو الشيء هذا؟ شي حاجه وقعت تماك راه ماشي طبيعي. فاكت
تشبه لكم الدراري. انا بعدا شفت ديك البولنديه راه شي سيمانه وانا ما تناكلش النعم. هذه بزاف الدراري. قال لك ما عرفت مال سونيك البولندي مؤخرا واش تستريسا ما عرفتش حتى واش كيولد. راه بزاف الدراري صاحبي هي هو راه تعصروا ولكن راه نتوما راه تعديتوا عليهم. الانسان عنده اعاقه في المغرب انسان طبيعي في بولندا. راه يمكن الدراري داك الاشاعه انه عوض ما ياثر في الاوكرانيين اثر في جيرانهم في بولندا. راه بزاف صاحبي على هذه الحاله. المدارس في المغرب المدارس في بولندا ناري على الحاله صاحبي. باز لهم مساكن تيقراو في هذا الشيء عاد. راه بالسيف ما تولي حالتهم بحال هكذا صاحبي. البوليس في المغرب البوليس في بولندا غير كتشوف صاحبي. انا ما قلت والو هما اللي قال. حنا والعالم كامل كتبع عندنا الخضره والفواكه مرتب داك الشيء وكل شيء نقي. شو هما على حالها صاحبي. شو منين كيشريو الخضره من وسط الغيسه صاحبي. حنا وباقي العالم كنديروا كاميرات ديال المراقبه. هما باقي مساكن عندهم البركاكات بنادم حضايا صاحبي. تو على بلاد بنادم ما تيدخلش السوق راس. فاش كتبغيك المغربيه كتجي مباشره تقول لك كنبغيك بزاف. البولنديه المشعوذه بخرتك باخا اللي قلت لك تقول واخا بخرتك بالشبه واللبه وحزق الكلبه تفتح. خويا الحمد لله على المغربيات ديالنا باز ليهم صاحبي مع هاد المشعوذات. دري شو الطوبيسات عندهم كي دايرين مقارنه بينا وباز ليهم صاحبي دايرين بحال الهنود صاحبي. شحال ديال بنادم داخل. المغربي كيمشي للطواليت كلشي نقي كلشي هو هذاك. البولندي كيمشي حتى لهذيك ممنوع البول تيشوفها كبيره عاد تيبول حدا. بنادم عندهم هرقاوه صاحبي. قال لك بولندا هي افضل وجهه في اوروبا عند بزاف ديال الناس. هما في يوكي اجمل الرجل في بولندا انسان عادي في المغرب. اخويا الله يسر الدراري والله الا بركه قويتو عليهم ما عطاش هاد الجينات عندهم. قال لي كيفاش تصيد انسان بولندي زعما راه كاملهم فلاحين. المهم شوف الرد بعد ديالهم هما عيان بهم الحال زعما الرد ديالهم ما فيه شي ابداع ولا شي حاجه. هادو ماشي فضائيين هادو مغاربه. انا الدراري زمدونا الدراري ما عندنا ما نديرو. كدير تنكر هادشي. يلا دابا حنايا مشاركين نفس الجنسيه مع هادو كنتقصفوا بهم. الدراري واش نتوما معنا ولا معهم؟ واش نتوما اللي حاطين هادشي هذا ولا هما اللي حاطين باش يكلاشيون؟ حتى اللي كان كيدير شي حاجه الدراري كله يدوي على راسه ما تجمعناش معاه. المهم المغاربه هنايا فسلاو الطليعه على الجينات ديالهم والمعيشه ديالهم. دازوا لواحد الورقه رابح اخرى اللي ما كانش عليهم اصلا يستعملوها. بارك هذا الشيء هذا اللي فات واللي هي الورقه ديال التاريخ. قال لك في اياماتو كانت بولندا غير فيرما ديال البطاطا واخا راه باقا حتى لدابا. اقل مواطن بولندي وقفوا جندي الماني في الحرب العالميه الثانيه. سولوا واش كتسب سيدنا ديالهم ديك الساعه زعما في الحرب العالميه الثانيه. الملك قال لك كنتي كتسبو فري؟ كتسب الملك؟ لا وما كتسبش الملك؟ لا كتسب الملك. كتسب الملك فري؟ انا غنسب الملك واجو. دري صافي بركه صاحبي والله الا بهدلتهم مساك. واخا قلتو راه عنصريين والله الا بقاو فيه. صافي داك الجروب صاحبي راه داروا ليه الدمار الشامل. صافي ما بقاش صالح دابا. تسلطوا عليه بحال شي ورم سرطاني راه صافي تكن من الاخر. تخيلوا وسط المعركه وهاد القصف كامل ولا نايض كاينين شي افارقه حتى هما بغاو يدبروا على الوراق. بنادم فاس والظروف داخل بغا يدبر على شي بولنديين باش يقدوا ليه الوراق. ولكن مع ذلك كاينين اللي خرجوا وداو معاهم غنائم ديال الحرب. الله يسهل عليهم اخويا صاحبي بنادم دبر في الوراقات ديالو. تشوف هاد عصامه صاحبي والله ما ساهل. حتى ديك لانونس بلا مقدمات بلا حتى حاجه وصدقات ليه. وتخيلوا وصل الشيء هذا كامل والمغاربه كيحتفلوا بالانتصار ديالهم والبولنديين صافي مساكن ما لقاوش باش يردوا تيشوفوا الجروب مشى لهم. كيتدخل واحد الطرف اخر هو اللي غادي يدافع على البولنديين واللي هما الجزائريين. يلا زعما نتوما المغاربه راه فين ما مشيتوا حنايا غادي نخشيو راسنا معاكم. صافي قتلوا المتعه في الجروب صافي حمضوه. شوف واش كيحطوا يلا شوف الحموضه فين واصل. الجروب كان غادي مزيان وكل شيء كان ضاحك وناشط حتى كيجيو هما كيبقاو يضربوا في الرموز ديال البلاد ويضحكوا داك الضحك اللي ما كيضحك حتى واحد. شوف غير المصريين صاحبي فاش كيبغوا يطلعوها كيطلعوا علينا بواحد الطريقه اللي تضحكهم هما وتضحكنا حتى حنا. حتى هما كاينين في الجروب وما كاين حتى مشكل. جاو الجزائريين صافي حمضوه قتلوه لدرجه كاع كاينين جزائريين تيقول لهم فاش تعاونوا مع المغاربه نتوما جايين ضدهم. وبصح حيتاش البولنديين انت شو واش كيحط راه ما تيشوفش هو ان راه هذا مغربي هذا جزائري هذا مصري ولا حتى سعودي كاع من الهاد راه تيشوف كلشي عرب ومسلمين. لذلك الدراري ديال النهايه ديال هذا الجروب هذا والنهايه ديال هذا الكونسيبت هذا بصفه عامه. شي جوج سيمانات عليه وانا كنت كندخل لهذا الجروب هذا كنموت بالضحك ولكن صافي هذا الشيء هذا تسالى. تعمدت انني ما ندوي عليه حتى يسالي هذا الكونسيبت هذا كامل تفاديا لان بنادم يكثر فيه ويحماض. ولكن صافي اللي عطى الله عطاه دابا. كاين اللي يشوف هذا الشيء هذا ويقول اش الطبريش هذا بحال اصلا الجاليه اللي ساكنين مثلا في بولندا. هو الا جيت شوف بصفه عامه هذا الشيء راه ما خصوش يدير اصلا. ولكن اصلا هذا الجروب هذا راه ما فيهش اصلا البولنديين باش هذا الشيء هذا زعما يشكل خطر على الجاليه اللي كاينين تماك واللي يشوه السمعه ديالو. الجروب اصلا كان ديال المهاجرين اللي كاينين في بولندا واصلا الجروب كان صغير راه كان فيه غير شي 7000 واحد اصلا حتى جاو المغاربه هما اللي عمروا ونص ديك 7000 شحال غادي تكون كاع من بولندا تماك راه ما يكونوش فايتين حتى 100. يعني هذا الشيء هذا علاش ما كانش يبان لي هذا البلان هذا اصلا بهذيك الجديه. يعني ما كاين لاش تبقى تقول هاد الناس هاد راه شوهونا مع البراني وكذا وديك الهضره غادي تبقى تضيع الحجرات وصافي. وصل هذا الكونسيبت هذا دار من بعد الحمله ديال العنصريه اللي جات من عند بولنديين. يعني ما كاينش شي طرف بريء في هذا الشيء هذا. وهذا البلان هذا انا معاه في شي حاله بحال واحد الجروب ثاني كان ديال الطرف ديال الكوريين كان فجاه حتى هو كيطلع ليا في الفيد كما طلع ليا هذا الجروب هذا وكانوا كيطلعوا ليا بوستات بحال هادو ديال المغاربه بغاو يخسروا داك الجروب. وهذا الشيء هذا راه كان شي عام هذه
الصديق. وعلاش هذا الشيء هذا كامل؟ حيت هذا الجروب هذا كانوا كيدخلوا ليه بنات قاصرات مغاربه، الكبيره فيهم تتكون عندها 15 عام، وكيحطوا تصاورهم وكيحطوا انونس على انهم بغاو يتعرفوا مع شي كوري هما راه دريات قاصرات، وتيكومونطيو لهم كوريين اللي الصغير فيهم عنده 30 عام. وهاد المراهقات هادو راه ما كاينش اللي يحميهم ولا يدير لهم عقلهم، والديهم ما عرفش فين كاينين، ما كيراقبوا لهم لا التليفونات ديالهم لا والو. لذلك انا مع الفكره ديال ان داك الجروب يتخرب ويدخلوا المغاربه ويديروا ليه هكذا. وبالنسبه للدراري اللي في داك الجروب بغاو يهجموا على اي جروب عشوائي ديال شي بلاد اخرى، المهم هكذاك الدراري راه ما بلانش غادي تزيد تكبروا ديك الكراهيه ضدنا. كان شي جروب اللي المحتوى ديالو فيه عنصريه مباشره ضدنا، هذيك الساعه نقدر نتفق معه، ولكن مثلا باش تدخل الجروب مثلا في المانيا ولا فرنسا بصفه عامه وتدخل دير فيه كذاك راه ما بلانش. المهم على العموم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. شكرا اليكسا اول ممبر في الشانل هذه. جاتني غريبه ان شي واحد يدير انتساب في القناه، ما عرفتش راسي حتى امتى كنت مفعل هذه الخاصيه، كنت كنسحب واش غير اللي مستريمين اللي كيجيو السابس والسوبر تشات. المهم شكرا لكم كاملين واحد بواحد بدون استثناء، لا اللي كيدير لايك لا اللي كيكومونطي لا اللي يدير سبسكرايب لا اللي غير حط واحد الوقت وجا دخل وتفرج في الفيديو هذا. المهم شكرا لكم كاملين الدراري والبنات، واذا ما كان طلعوا في راسكم طلعوا في والديكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. انا غنسب الملك